الفيديو النهارده بجد هديه لكل الناس اللي بتحب السمك والفسيخ والرنجه والتونه والكافيار والحاجات دي. رنجة ابو السيد يمكن ناس كتير تعرفه، انا اول مره اجربه حبيت اصور التجربه بتاعتي واقول لك رايي فيه بمنتهى الصراحه. اشتريت من عندهم حاجات بسيطه كده بس اجرب، لان انا ما كنتش اعرفه قبل كده. جبت رنجه وكمان فسيخ وجبت كافيار. اوريكي دلوقتي الحاجات اللي انا جبتها. الباكج دي يا جماعه دي معموله ليا لان انا كنت واخده الحاجات من مكان بعيد، وعشان يسهلوا عليا اشيلها فحطوها في الكراتين دي، انما هي ما بتتباعش في الكراتين دي اول حاجه هوريها لك. دي الرنجه، دي شرايح رنجه محفوظه كده في فاكيوم. جبت كمان 3 برطمانات. البرطمان ده كان فيه شرايح رنجه بصوص الفلفل الاسمر، ده كافيار بصوص البرتقان او بطارخ بصوص البرتقان، ودي شرايح بوري مدخنه. انا كنت فاكراه فسيخ لكن هو مش فسيخ، دي شرايح بوري مدخنه محطوطه في زيت زيتون. هفتح معاكي كده الرنجه، شايفه المشمع بتاعها تقيل جدا، الاكياس اللي هي محفوظه فيها تقيله جدا، السكينه بتقطع فيها بالعافيه ومسحوب منها الهواء. فلا التغليف عندهم بجد ما بيهزرش، احتمال بقى ان الحاجه تبوظ او تفسد دي انسي خالص. شايفه نظافه الحاجه، الرنجه معموله فيليه ما فيهاش لا شوك ولا جلد، واخده كمان تدخين بعد ما اتعملت شرايح، يعني هي متدخنه وهي رنجه سليمه، وبعد ما اتقطعت فيليه اتدخنت تاني. عليها طبقه جليس كده زي اللي بتبقى على الرنجه من بره، لا جلد بقى ولا شوك ولا تتعبي نفسك. انا هعملها سلايس كده علشان اوريكي قد ايه هي ماسكه نفسها، مش مهريه مش دايبه. عليها من بره كده طبقه كرانشي خفيفه قوي زي ما قلت لك. دي اتعملت فيليه وبعد كده خدت تدخين تاني، اتدخنت على مرتين او 3 مرات كمان. بقطع بالسكينه كده هتلاقي فيه اللحم من جوه شوكه رفيعه جدا ودايبه من التخليل والتدخين، مش هتحسي بيها وانت بتاكلي. هنفتح بقى البرطمانات. ده اول واحد، ده كنت فاكراه فسيخ يا بنات بس هو مش فسيخ، ده سمك بوري مدخن، طريقة تاني خالص غير الفسيخ. حتى شوفي السمكة الحتة ماسكة نفسها كده مش دايبة زي الفسيخ، ملوش أي ريحة خالص، يدوب ريحة تدخين بسيطة نظيفة جدا، مفيش أي ريحة عفونة بتاعة الفسيخ دي خالص ولا حتى زفرة السمك. معمول بطريقة نظيفة جدا، سمكة بوري حلوة كده متدخنة، حتى المواد اللي مستخدمينها في التدخين تحسيها حاجات نظيفة كده. الحاجة ريحتها حلوة قوي، حتى ريحة الزفارة يعني بسيطة لا تذكر، اللي هي ريحة البحر بتاعت السمك الحلوة اللي بنحبها. السمكة متقطعة كده زي ما انت شايفة حتت ومحطوطة في زيت، يعني هي متدخنة ومتملحة ملحها مظبوط ومحطوطة في زيت. البرطمان التاني ده البطارخ بصوص البرتقال او الكافيار، هو هتلاقيه مكتوب عليه كافيار بصوص البرتقال. من الحاجات اللي شكلها شدني جدا وحبيت ان انا اجربها، دي بطارخ رنجة او مكتوب عليها بطارخ هرنج بصوص البرتقال. شايفه لونها قد ايه مغري، فيها ريحه برتقال بسيطه كده جايه من بعيد ومديه للبطارخ او للكافيار طعم وريحه حلوه جدا. شايفه جميله ازاي؟ دي البطارخ الخشنه اللي بتبقى في الرنجه، هم واخدينها وفرمينها كده مع صوص برتقال. لونها وريحتها ايه، كانها كافيار من الغالي، محدش هيعرف انها بطارخ رنجه، ملهاش اي ريحه مزعجه، ممكن تتعمل سندوتشات للمدرسه عادي جدا. البرطمان التالت كان فيه برضو شرايح رنجة متقطعة سلايز زي ما انا قطعتها كده، ومحطوطة بصوص فلفل، صوص كريمي كده شبه المايونيز بس طعمه دسم شوية وكريمي، وفيه فلفل اسمر. رنجة برضو مخلية ومتقطعة سلايز صغيرة كده. البرطمان اللي كان فيه البوري انا فضيته كله، اللي في التصوير ده كل الكمية. البطارخ انا خدت بس دول معلقتين، وبرضو الرنجة اللي محفوظة في صوص الفلفل دي مش كل الكمية. فكمية البرطمان تقريبا حوالي 300 جرام 320 جرام حاجة كده، يعني أزيد من ربع كيلو بشوية. ظبطت الاكل طبعا، ما حبيتش المره دي بقى بما ان الحاجات جايه شياكه كده، فحبيت ان انا اعملها سندوتشات في الفينو. لو عايزه تاكلي بعيش بليته طبعا اكله جامده يعني مش محتاجه كلام، بس لو عايزه تجربي حاجه في الشياكه كده جربيها بقى في عيش الباجت زي ما عملت كده سندوتشات، كانت حاجه جميله جدا. حطيت طحينه، سلطه طحينه عاديه جدا اللي بنعملها جنب الرنجه. استخدمت الكافيار او البطارخ اللي هي بصوص البرتقال دي، عملتها كانها صوص كده ودهنتها على الساندوتش، وحطيت سلايز الرنجه. وتقدري تاكلي الكافيار برده لوحده وتفرديه على توست كده وتاكليه، طعمه لوحده تحفه من غير اي حاجه. عصره ليمونه بقى ورشه بصل اخضر، زودت كمان عودين جرجير. مش بحب احط الخيار مع الرنجة، بحسه بيزفر معاها كده، ممكن تحطي خيار مخلل هتبقى فكرة حلوة جدا برضو. الساندوتش التاني ده هجرب بقية الحاجات فيه. حطيت برضو طحينة، سلطة طحينة، وحطيت عليها مستردة، انا بحب المستردة جدا مع الرنجة. رشة بصل اخضر برضو وعصرة ليمون. وحطيت في الساندوتش ده شرايح البوري المدخن اللي انا كنت فاكراها فسيخ.
كانت تجربة حلوة جدا يا بنات، من أنظف المرات اللي كلت فيها رنجة. وأول مرة أدوق البوري المدخن دوت. دايما بنجيب الرنجة هي المدخنة، أول مرة أدوق السمك البوري المدخن، وأول مرة آكل الكافيار أو البطارخ بتاعت الرنجة بالطريقة دي. مهما أوصفلك من جمال ونظافة الحاجة كنت عايزة أشتري من كل حاجة موجودة هناك. الأسعار عالية شوية، عالية كتير عن أسعار الرنجة العادية، بس في مقابل طبعا النظافة والتغليف والتدخين بطريقة صحية وعلى مواد صحية، فأكيد هيكون في فرق في السعر. بس كده حبايبي، لو الفيديو عجبك لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد بعمله.